ازاي تتعامل مع زمايلك في الشغل؟ طبعا قبل ما نقول الطريقه ازاي تتعامل مع زمايلك في الشغل، لازم نقول الانواع اللي موجوده في الشغل عندنا اللي احنا بنتعامل معاه. اول نوع اللي احنا بنتعامل معاه يعني في وقت كبير جدا، النوع اسمه النوع اللطز. تحس ان فيه ليه خروف ماشيه، بتشم ريحته من بعيد، بتيجي تسلم عليه بتلاقيه مدهن. حتى كمان لما يجي يتريق فاشل في التريقه بيبتسم كده. بصوا، النوع الثاني العصفوره، خلي بالك منه. ده دايما بتبقى في ملامح كده معروفه عنده، يا اما عنده اتب، يا اما خلاص بقى في عنده مناخيره طويله ومنقره كده، تحس كده اللي هي فيها منقاره، تحس ان هي ثعلب كده ماشيه عماله بتجري، عماله تبص يمين وشمال وبتاع كده كده، يعني ايه شغاله كده كده كده، ما بيهموش حد، ما بيهموش حد، دايما قريب للمدير. الشخصيه دي لو شفتها يعني حاول ما تتكلمش معاه، كلمه بالاشاره، اعمل نفسك ميت، هيروح يقول للمدير انك ميت. يعني تجنب الشخصيه دي، ابعد بيها، ما تتكلمش معاها خالص. النوع الثالث بقى الانهزامي، الشركه على اللي مش عارف ايه على زمايلي، وتلاقيه عمال بيسب ويلعب في كل حاجه، عمال بيسب ويلعب من ساعه ما بيخش باب الشركه مثلا لحد ما بيطلع، لازم سب ولعن وشتيمه ومفيش حاجه عاجباه، حتى مراته اصلا اللي هو متجوزها باختياره مش عاجباه. فده الشخص ده يعني مش هقول لك مثلا زي النوع الاولاني مثلا ممكن تسلم عليه ممكن ما تسلمش عليه، لا ده تضربه بالجزم، تقسمه نصين براحتك. الشخصيه الانهزاميه دي ابعد بعيد عنها في شغلك وفي حياتك، عشان خاطر هتوقعك وقعه سوداء. النوع الرابع اللي هو الصامت القامت، فلات، بوكر فيس، جاي الشغل عشان يمشي، داخل ما بتحسش بيه، يخلص شغل يروح ماشي. دي نوعيه هايله جدا، عمليه ليها فقط لا غير. ما تحاولش ان انت يعني سيبه عشان هو بيبقى مبسوط كده، ما تحاولش ان انت تلعب في افكاره، ما تحاولش ان انت تقول له احنا عايزين نعرف حاجات من حضرتك يا استاذ فلان ومش عارف، ما تجيش. صامت قامت، داخل الشغل عارف هو رايح فين، يخلص يروح ماشي، ما تجيش جنبه، سيبه. احلى نوع بقى والنوع الاخير اللي هو النوع اللي اللي ضاربها صرمه، في شغل بشتغل، مفيش شغل بقضيها زي الفل 100 فل و14 حبايبي زمايلي، ازعل الناس مني ليه؟ كل الناس مبسوطه مني. النوع ده في منتهى الجمال بصراحه، دي على فكره دي حاجه حقيقيه، بس مشكلته في حاجه واحده بس، الاستهتار. لو زاد باستهتار شويه ممكن الشخص دوت يلبس في الحيط لبسه ملهاش حل، على الرغم ان زمايله كلهم بيحبوه. النوع دوت حبه وصاحبه، بس مش شرط ان انت تبقى عامل زيه. الحلقه النهارده وريت يعني بلاش اجابات انهزاميه، احسن مؤسسه انت شايفها في البلد ايه هي؟ ولو مش في مصر بس، يا ريت تقولوا في اي دوله تانية انت احسن مؤسسه عندك ايه هي؟ احسن مؤسسه شايف ان هي ناجحه بالفعل بموظفينها بالناس بالخدمه بكل حاجه، ايه هي؟ ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتتفرج على الفيديوهات القديمه، تعمل لايك للفيديو.